حسن السخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط الخنيطرة. اليوم نشارك في هذا اللقاء المنظم من طرف الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تحت شعار الرقمنة والتجارة الإلكترونية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية. وهذا مشاركتنا اليوم تدل على هدف الغرفة في دعم المقاولات والهيئات الاجتماعية المهنية في دعم التجارة الإلكترونية لجعلها قاطرة لخلق مناصب الشغل، وكذلك لتنزيل الورش الذي تدعمه وزارة التجارة والصناعة في رقمنة القطاعات التجارية والصناعية بالخصوص موضوع صناعة التخيل. رغم ماشي في اختصاص غرف الصناعة والتجارة والخدمات، لكن التجار ديالنا تيقوموا بالتجارة ديال مجموعة مواد الصناعة التقليدية ويتساهموا فيها في التنمية الاقتصادية. واليوم الصناعة التقليدية لازمها تكون مواكبة ديالها خصوصا عن طريق الرقمنة لخلق وكذلك لجعل مجموعة من الدول أسواق جديدة والبحث عن أسواق جديدة لتسويق المنتوج المغربي الذي يعرف له تاريخ وأصالة كبيرة. ويمكن اليوم يكون الدعم ديالو إلا من خلال الغرف المهنية للبحث عن أسواق جديدة وعن دول جديدة لجعلها أكثر فاعلية وأكثر مردودية. رشيد ورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات. اليوم بمقر الغرفة بمدينة الرباط. الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى الفرع ديال الرباط سالة قنيطرة كينظم طبعا فرع جهوي كينظم بشراكة مع الغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سالة قنيطرة، وبشراكة كذلك مع وزارة الصناعة والتجارة وكالة التنمية الرقمية والمركز الجهوي للاستثمار. هذا اللقاء الهام اليوم اللي حول الرقمنة والتجارة الإلكترونية، طبعا رهانات لتطوير المقاولة الصغرى. طبعا كتعرفوا الأهمية ديال الرقمنة الآن والاستراتيجية الرقمية اللي حطتها الدولة 2030 من أجل أننا نطوروا المقاولات المغربية. وبالتالي الهدف طبعا هو تكون عروض والنقاش حول هذه الاستراتيجية، حول المفاهيم ربما الجديدة اللي غايبة عند المقاولات. فالهيئة بالفرع ديالها ديال الرباط سلا فتح استراتيجية ديال التواصل مع المقاولات خصوصا الصغرى باش انها تقرب لهم المستجدات وانها تقرب لهم الاداره كذلك لمعرفه المستجدات وكذلك لتطوير قدراتهم واحد مجموعه ديال الميادين. فان شاء الله الهيئه بعد المؤتمر الاستثنائي اللي عقدته بمدينه طنجة في فبراير الماضي فغيرت الاسم ديالها الى المقاوله الصغرى، وبالتالي غيكون عندنا عمل ان شاء الله باش نطوروا اكثر المقاوله الصغيره ونرفعوا التحديات ديالها ونترافعوا كذلك على القضايا اللي هي قضايا كثيره جدا اللي يمكن ان شاء الله نخدموا عليها جميعا.